السلام عليكم ورحمة الله. معكم شفيق حجوبي، كاتب عام إقليمي اتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. درنا هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية على عدة مشاكل في هذه العمالة هذه. السبب الأول وهو البنية التحتية جد متهالكة لدرجة 3 الحوادث مميتة في هذا الأسبوع هذا. الضحية ديالها هو سائق مهني معنا، راه مشات ليه الرخصة ديال السياقة ديالو بسبب الحفار والمشاكل اللي كنعانيو منها، زائد الكواتشة، الثلاثيات، عدم الإنارة، عدم التواصل، ما كايناش استجابة في هذه العمالة هذه. ما عرفناش هذه العمالة هو سخط على الله ولا سخط على المسؤولين، وحنا راه كنعانيو وهذا المهني راه ماشي جاو وقفوا، راه صافي بارك الله ما فضل يحط السيارة ديالو ولا يبقى كلشي اللي صورناها كنديوها لمول العبار والميكانيسيان. هاد المهنيين ما بقى كيشيط لهم والو، اللهم فضلنا نحطوا هاد السيارات هادو ونريحوا احسن لينا بلا ما نبقاو. بارك الله يجعل البركه، وتحيه نضاليه لجميع الاخوه. مشكورين الاخوان بعدا، مشكورين على الصوت، توصيل الصوت ديال المعاناه اللي حنا كنعانيو منها. راه الصوت بدا كيمشي مع من الصباح وحنا كنغوتو. المهم في عجاله الاخوان، هاد الوقفه ديالنا ما هي الا وقفه انذاريه كنطالبوا بها على البسيط من الحقوق ديالنا. كما قال السي شفيق، وصلنا لواحد المرحله ديال ما بقاش عندنا فين نخدموا، حنا خصنا نوقفوا باش ناخذوا الحق ديالنا ونطالبوا بالحق ديالنا. حنا وصلنا للاخر ديالنا، ميم با دابا 24 ساعه، في 48 ساعه بالضبط 3 الحوادث، 2 مميته والمراه دابا راه باقا بين الحياه والموت. السبب ديالها سائق مهني. شنو الذنب ديال هذا السائق المهني؟ هو انه فران على حفره ضربت دخلت فيه مراه، الله يشافيها والله ينوضها. شنو الذنب ديالو؟ هو المشكل ديال شانطي، هو بعيد على هذا الشيء. حنا دابا حاليا اختارين ان نوقفوا، نحاولوا نوصلوا الصوت ديالنا، رغم اننا حنا غنعانيو من هذه الوقفه هذه. اقسم لك بالله غنعانيو من هذه الوقفه هذه. الاشياء غنتحاسبوا، عندنا روسيطه، عندنا مسائل اللي هي مازوط ديالنا، عندنا التوابع اللي هي كتبانا. اول مساله هو الحاله المزري اللي ولا في هذا الشارع ديال قادر الصحراء، زائد ان العربات المجروره، زائد التريبورتورات ثلاثي العجلات، يعني معاناه. هادشي اللي كنقول لك دابا ما الا هو واحد القليل من المعاناه. وحنا اليوم راه اختارينا باش نوقفوا ونطالبوا بالحق ديالنا اللي هو حق مشروع. كاينه واحد الحاجه سميتها التشاركيه، ولكن حنا اليوم التشاركيه منعدمه، ما كايناش. حنا بغينا نعرفوا واش حنا عندنا الحق في هذا الشارع كمستعملين الطريق والدرجه الاولى، ولا حنا ما بقاش عندنا حق في هذا الشارع. الا ما بقاش عندنا حق في هذا الشارع هذا، وكما قال الشاف ديال جيل انه طلع الكواتش هنا، حنا نمشيو بحالنا، قلبوا لنا فين نمشيو. حنا كنخدموا دابا خدامين بيس، ما بقاش الشارع ولا بيس. حنا كنتموا جايين هنا عندنا 60، هنا كنخرجوا ب 20 ديبار، كنا كنضربوا فيه تقريبا واحد نص ساعه ديال المكانه. اون بليس دابا زادنا 20 دقيقه اخرى في هذا الشارع هذا. ولينا كنضربوا ديبار واحد كنجيو فيه ساعه المكانه. كنتموا جايين نيشان، كنطلعوا كنسبوطيو هنا كروازمون بالضبط. التقاطع ديال قادر الصحراوي مع الشارع العقيد العلام، راه شوف الشارع ولا في حاله مزريه. راه انعدام البنيه التحتيه وانعدام الاستجابه. وكما كنقولوا هادشي هذا عندنا اشكال غير لا زون مستوى على مستوى مولاي رشيد. هادشي كنعانيو منه على مستوى مولاي رشيد. وهاد مولاي رشيد حنا كما كنعاودوا نقولوا واحد المساله واللي هي منطقيه. حنا كنهضروا على واحد قليل راه باقي الكثير. ونخلي الاخ شعيب حتى هو راه معنا. سي شعيب السلام عليكم. اليوم احنا في واحد الوقفه احتجاجيه مع دايرينها سائق سياره اجره الصنف الاول، على اساس ان تسد الحوار مع المسؤولين المحليين فيهم رئيس مجلس الجمعيه او السلطه المحليه اللي ما استجابوش للمطالب ديال هاد الناس. من بين المطالب الاساسيه وهي هذا الشارع اللي كيتعدى 2 كيلومترات من بدايه ديال عقاد الصحراوي، بدايه ديال المسيره 3 الى التشارو، واللي حاول الاخوان انهم يتواصلوا مع المسؤولين لا من مجيب. نحمل المسؤوليه كامله الى السلطه المحليه في شخص السيد عامل والسيد رئيس ديال قسم الشؤون الداخليه، وكذلك الى السيد رئيس المجلس الجماعي اللي ما استطاعوش انهم يتواصلوا مع الجماعه ديال مولاي رشيد، وما استطاعوش يتواصلوا مع مهندس ديال مجلس مدينه الدار البيضاء. المشكل الثاني عندنا هو ديال الكواتشه حيدوهم من واحد الشارع اللي هو اساسي اللي هو دريس الحارسي، وجا بغاو يطلعوا من هنا. تكلموا الاخوان مع ليله امس او قبل يومين، تكلموا مع الشاب ديال الجي قال لهم لا غيطلعوا. حنا رافضا قاطعا ان
باش يدوز لا العربه المجروره بحصان او لا حتى هاد الكواش يدوزوا حتى ثلاثي العجلات ان يبقاو يهزوا البلايص، لان عيب وعار راه المدينه رقميه ومدينه اللي كيحسبوها مدينه اقتصاديه وباقي فيها انه هاد الكراول. وراه سبق ان رئيسه مجلس المدينه اللي هي السيده الرميلي وصدرت واحد القرار اداري باش يتمنعوا انه جميع العربات المجروره بحصان او بدابه يبقاو يمروا. خص تنفيذ هاد السمهيديه لا خرجتي ونفذ لنا القرار، راه قرار اداري اللي صادره واحد المنتخب اللي هي السيده العمده مجلس المدينه الدار البيضاء. اذا اليوم ما غنتحركوش من هنا، جميع الاطياف بما فيهم يعني السائقين كلهم انهم ما غيتحركوش من هنا حتى يجي مسؤول رافع المستوى. كنعاودها ونكررها، رافع المستوى باش يتعاون مع الاخوان ويوجد لهم الحل ديال هذا الشارع اللي كيلومترات ودار الكودرون والكواتشا ما يطلعوش خلال مده لا تعدى 48 ساعه. علاش؟ لان السيارات ديالنا تهلكت ولينا حنا خدامين على قبل الروسيطه والمازوت ونزيدوها حتى هذا الميكانيك ونزيدوها والحوادث. راه باش توفى لك حشومه وعار في شارع رئيسي اللي هو عبد القادر الصحراوي ان يموتوا لك 3 ضحايا ضرب 48 ساعه، وعيب وعار عباد الله. راه الحوادث باش تكون في المدينه ما كتكونش مميته، ولكن باش تعود لك في شارع اللي هو وسط المدينه حوادث مميته راه عيب وعار. وحنا راه يعني مدمرين من هذا الشكل اللي كيتعاملوا معنا هاد المسؤولين. انا ما كندويش على رجال الامن لان رجال الامن عاد داخلين في المعمعه، انا كندوي على رئيس المجلس الجماعي بما فيها السيده العمده والسي الوالي مهيديه والسيد عامل عماله مقاطعه موليرشي. وشكرا. عيب وعار اننا نهضروا.